راديو تون، صوتك نغم. مساء الخير على مستمعي راديو تون في كل مكان. أنا نوال الشريف، هشارككم في كل حلقة معلومة مفيدة عن مجالات كتير في حياتنا ما تعرفوش عنها في برنامجنا كنتوا تعرفوا. ومعلومة النهاردة عن الذكاء الاصطناعي ال AI. يا ترى كنتوا تعرفوا إن مخترع الذكاء الاصطناعي هو جون ماكارثي، وهو برضه مخترع لغة البرمجة. تعالوا أقول لكم الحكاية. في سنة 1921 دي المرة الأولى اللي اتذكر فيها كلمة روبوت، اللي هو الإنسان الآلي. هتستغربوا لما تعرفوا إنها اتذكرت في مسرحية. أيوة، زي ما سمعتوا بالظبط، مسرحية اسمها روبوتات رسوم العالمية لكاتب تشيكي اسمه كارل تشابك. وخدوا كلمة روبوت من كلمة روبوتة اللي معناها العمل. والاي اي اللي موجود دلوقتي أصبح علم حقيقي سنة 1956 من خلال ورشة عمل صيفية اتعملت في جامعة بأمريكا اسمها دارمس، وسموا الورشة العمل دي مشروع دارمس البحثي حول الذكاء الاصطناعي، واللي قام فيها طالب اسمه جون ماكارثي باستخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى. وكان هدف الورشة دي إن هم يبحثوا عن وسائل تخلي الآلة تحاكي جوانب الذكاء البشري، يعني عاوزين يخترعوا آلة زي البشر بالملي في كل شيء. الموضوع فضل يتطور لحد يومنا هذا. على الرغم ان استخدام الذكاء الاصطناعي مفيد في مجالات كتير، على قد ما وجوده مرعب لانه بيهدد وظائف كتير للانقراض. موضوع حلقتنا اللي جاي مفاجأة، استنوني. كنتم مع نوال الشريف في برنامج كنتوا تعرفوا. راديو تون، صوتك نغم.